نقول الأشياء الكثيرة في كل سنة. في مثل هذه الأيام نتذكر أحد الإخوة القادة المؤسسين الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وناضلوا بصمت دون بهرجة ودون بدون إعلام، ولكنهم صنعوا الرجال، صنعوا الانتصارات، صنعوا البطولات، بلوروا شخصية الشعب الفلسطيني. فأبو جهاد سيظل دائما في قلوبنا وأفئدتنا ونبض عروقنا، لا يموت فينا على الإطلاق، بل يتجدد مع كل شبل، مع كل زهرة، مع كل انتصار تحققه القضية الفلسطينية وتحققه مسيرتنا الكفاحية. أبو جهاد هو أمير شهدائنا كما وصفه الأخ الشهيد القائد ياسر عرفات، أمير شهدائنا بكل معنى الكلمة، الذي كما قلت ربى الرجال وكان مقنعا. عرفته في عام 67 بعد النكسة، وظل وقع أول لقاء معه في دمشق في قلبي وفي عقلي وفي وجداني. لمست أنه يعرف كل رموز فلسطين وكل تاريخ فلسطين، وقال لي يومها: نحن الامتداد، نحن جذر جديد يزرع في الأرض الفلسطينية وفي القضية الفلسطينية. رحم الله والده. فعرفت أن أبو جهاد كان فلسطينيا وحدويا، كان ناكرا للذات، كان دائما حنوا على أبناء الشهداء، على أبناء الجرحى، كان صادقا صدوقا مع أبنائه الذين ناضلوا إلى جانبه وتحت إمرته. أبو جهاد هو، لا أستطيع أن أقول أنه رمز من رموزنا الخالدة، فسيظل كما قلت في قلوبنا وعقولنا ونبض عروقنا في دمنا. دائما نستذكر كلماته الجميلة: نفس رجال بحي رجال. نستذكر ابتسامته الجميلة في عز الظروف الحالكة، كان يرفع من المعنوي، كان النظر إلى وجهه، مجرد النظر إلى وجهه يرفع المعنويات، يزيد من صلابتنا، يزيد من ثباتنا على المبدأ. أبو جهاد هو رمز التضحية ورمز الفداء ورمز العطاء ورمز الشهادة. نسأل الله أن يجمعنا به وبالشهيد الخالد ياسر عرفات في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أنا عرفت أبو جهاد وهو مسؤول للإعلام في حركة فتح، وكنا لدينا فكرة أنه مؤسس وأنه مقاتل وهو كذلك، ولكن كان دائما يقول: البندقية إذا لم تكن مسيسة فهي قاطعة الطريق. فبالتالي كان يؤمن دائما بالقناعة، بأن لا بد أن يكون لدى قناعة لدى كل الكوادر، قناعة بالمبدأ، بالطريق، بالنهج، قناعة بأن هذا الطريق سيوصلنا إلى وطننا، إلى أقصانا، إلى قدسنا. فأبو جهاد يعني لم يكن مجرد مقاتل يحمل البندقية ويهوى القتال، لا، أبو جهاد كان مسيسا، ومسيسا عندما تجلس أمامه مقنعا لا تستطيع أن تناقشه وتجادله في شيء، لأنه كان يستوفي كل الأسئلة التي في أدمغتنا في كلامه. فكنا دائما، ومع هذا كنا دائما نستزيد منه في كل المراحل الصعبة وفي كل المنعطفات الصعبة. كان أبو جهاد دائما معلما وقائدا وأخا كبيرا وحنونا، ويعني أقول لك كان مبعث أمل دائما فينا. عندما استشهد أبو جهاد شعرت أنا شخصيا وكل الذين عرفوه شعروا أنهم فقدوا ليس مجرد رمز، فقدوا أخا أو أبا أو معلما، مثالا، قدوة
قدوة في كل شيء. رحم الله أبو جهاد. في ذكرى استشهاد أمير شهدائنا، غزة دائما كانت منبعا للرجال، كانت مصنعا للبطولات، كانت مفجر الانتفاضات ومفجرة الثورات. أنبتت الشهيد ياسر عرفات، وأنبتت خليل الوزير، وأنبتت أبو يوسف النجار، وكمال عدوان، وأبو صبري، وكل هذه الرموز العظيمة الخالدة في عقولنا وأفئدتنا. أبو جهاد له معزة خاصة عندي، هو وأخي أبو صبري، لأن عرفتهم عن قرب. كانوا متواضعين، كانوا خلوقين، كانوا على خلق عظيم. أبو جهاد كان بالنسبة لي أنا كان أخا كبيرا وحنونا، وكان دائما حريصا على أن يقول لي بعض مكنوناته. هذه المكنونات كان لا يقولها للكثيرين، ولكن كنت أشعر أنه يميزني أو يعزني، كما كان الشهيد القائد الخالد ياسر عرفات. كان في علاقة رباط روحي بينني وبينه، زي ما تقول زي التليبثي. أعرف أن أبو جهاد يفكر بكذا أو يريد أن يفعل كذا، وكنت أزوره في بيروت أو في تونس، ودائما أجد أنني كأنه كان معي في كل دقيقة، في كل لحظة، وكان كأنه يوجهني. أبو جهاد، لك كلمة، لك العهد، لك القسم أن نظل أوفياء على دربك وعلى نهجك وعلى المثل التي ربيتنا عليها، أنت وكل إخوتنا القادة الرموز الذين فجروا هذه الثورة المباركة، وفي مقدمتهم الشهيد الخالد ياسر عرفات، والأخ خليل الوزير، والأخ أبو يوسف النجار، والأخ كمال عدوان. حقيقة أنا أقول لك، عندما نتمثلهم نشعر بالسعادة، عندما نستعيد ذكراهم دائما صحيح نشعر بألام وغصة أننا فقدناهم. فقدنا رجالا، رموزا، أساتذة، معلمين، مناضلين بكل معنى الكلمة، لم صنعوا الثورة لكي يحيا شعبنا، ليس لأي هدف آخر. نصب أعينهم دائما وهو مصلحة شعبنا، وأن يكون شعبنا على الخريطة السياسية وعلى الخريطة الجغرافية. له كل الوفاء من كل شعبنا. كلمة صغيرة، أبو جهاد لا تستطيع أن توفي حقه بمقابلة 5 دقائق ولا بكتب. ألفت كتب كثير عن أبو جهاد، كل ما كنت أقرأ كتاب كنت أشعر أنه ناقص، لم يوفيه حقه. أجمل ابتسامة كانت، يا الله. من القصص التي ما زلت أتذكرها وأنا تدمع عيناي في حصار طرابلس معه. كانوا يقصفوننا بالراجمات وبالمدفعية الثقيلة ومش عارف ايه. والله العظيم أنه لم يهتز. كانوا يريدون أن يدمروا طرابلس علينا، والله أنه لم يهتز. كان يبتسم، كان قدري حتى آخر لحظة، ويؤمن بالقدر والقضاء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكان يرفع المعنويات، واستطعنا الحفنة القليلة أن تصمد أمام جبروت من كانوا يريدون أن يصفوا هذه الثورة. قبل أن يستشهد هو زارني في يوغوسلافيا، وكان يجتمع مع بعض الإخوان الذين يأتون من داخل عندما كنت سفير في يوغوسلافيا. نعم. وكان مثابرا وكذا. قلت له يا أخي أبو جهاد، تستاهلش 10 دقائق، ربع ساعة، شايف؟ قال لي هذا شغلي ما تدخلش فيه. فكنت دائما أعزم على البيت عندي لما يكون في طريقه سواء إلى براغ أو يأتي إلى يوغوسلافيا وقابل بعض الإخوان. كان كل كلمة أنا ما أعرفش اللي بعديها بقول لي ما تورجي البدوي بيت دار بيتك أو مش عارف إيه. قلت له هلا يا أبو جهاد، البيت بيتك. وكان ينام عندي، يستريح، يتغدى ويستريح. وكان دائما يتحدث ما إله شغل إلا الثورة، وكيف نستطيع أن نحقق وننجز وأن نفرض نفسنا. بالنسبة للوحدة الوطنية كثيرين تطاولوا على الأخ أبو عمار،
يوم ما طلعنا من طرابلس، كان هو عف اللسان الأخ أبو جهاد، كان دائما قاسم مشترك، كان دائما يسموها الغراء الذي يجمع ولا يفرق. نعم. ما كانش هاجم، ولكن كان في الإطار كان فارسا، في الإطار يقول كل شيء، وخارج الإطار ينضبط حتى لو كان مخالف لقراره. شايف في كثير من المواقف، في حرب الجنوب 78، في حصار بيروت، للأسف أنا لما عشت معه في البقاع بعد الخروج من بيروت، ووجدته كيف كان مع المقاتلين مع القادة، كيف هذا في مواجهة الانشقاق. حصار طرابلس كانت من أشد المعارك إيلاما على النفس، لأنه سلاح عربي يضربنا. نعم. وكان هو عنده وضوح الرؤية. لابد أن لا نترك أي فرصة من أجل تجميد التناقضات، سواء الداخلية أو مع عمقنا العربي. لا يترك أي فرصة، وعندما يجد أنه ليس هناك فرصة يصمت، شايف، ولا يهاجم. كما قلت لك كان عف اللسان، وكان دائما حريص على الوحدة، والكل يعرف أن أبو جهاد يريد الجميع، جميع القوى في الساحة الفلسطينية. أبو جهاد أول من حاور حماس، أول من حاور الإخوان المسلمين، وكان يريد أن يأتي بهم إلى الساحة، ولكن كانوا يرفضون، وكانوا ما يردوش عليه. في الانتفاضة الأولى جاءوا متأخرين، وبعد ذلك فضلوا يروحوا يقاتلوا في أفغانستان ولا يقاتلوا في فلسطين. وكان يتألم عن جد، كان يتألم هو. ومع هذا كان لا يتذمر. هذه أهم ميزة في أبو جهاد، أنه لم يكن يتذمر. شايف في كل المواقف كان دائما أبو جهاد هو المعنويات. هو الجبل الشامخ الذي يرفع، الذي يعمل على القضاء على اليأس، على الإحباط. شايف هو مثل زي الأخ أبو عمار. اليأس والإحباط كان أكبر عدو للشعوب، فكان دائما هو ماخذها، ودارس التجربة الصينية ودارس التجربة الجزائرية، فكان دائما المعنويات أهم شيء. وعنده الإنسان المسيس الواعي الملتزم بحقوق شعبه، هذا الإنسان هو العامل الحاسم. نعم. شايف. ورحم الله يرحمه أبو جهاد، شو تحكي عنه لما تحكي. نعم. يعني أجت الحكاية مباغتة معكم. ولكن يعني احنا بنشكرك يعني اخ ابو العبد يعني على مشاركتك ان في تغطية هذه الذكرى الأليمة على ابناء شعبنا، وايضا على رفاق درب الشهيد. اخ ابو العبد بنكرر شكرنا لك، شكرا كثير لك، واطلنا عليك يعني في حديثنا. شكرا لك الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة. اذا ونتواصل معكم في هذه التغطية الخاصة احياء للذكرى 24 لاستشهاد أمير الشهداء أبو جهاد خليل الوزير.